ايوا سيدي، اجي نشوفوا الاراء ديال جماهير اهلي السعودي بعد انتقال رياض محرز رسميا الى النادي السعودي. ليتس جو. والله تمت والله تمت يا اخوان. والله يا صفقة تاريخية للأهلي صراحة، من أعظم الصفقات اللي تمت في دورينا. رياض محرز من أحد أفضل أجنحة العالم وقع مع النادي الأهلي. والله العظيم صفقة تاريخية لكم يا أهلاويين صراحة. يا اخوان اهلاويين ناشطين. محرز صارت يا اخوان. دوبي صاحي وجهي ما غسلته، والله وجهي ما غسلته. يا فرق من لطيف، اخيرا حساب النادي يعلن خبر توقيعه رسميا مع رياض محرز. يا شوف الجمال، يا شوف الحلاوه يا قلبي. انا يا شيخ اقسم بالله انا مره احبك مره رياض. يخرب بيت ام الجمال، يا اعظم لاعب جاء دورينا، يا افضل لاعب جاء دورينا، يا اكثر لاعب حبيته في حياتي يا اخوان. افضل لاعب حبيته بعد ليون ميسي يا اخوان. كنت اتابع مع السيتي، فجأة لقاه الاهلي، رفع تيشيرت الاهلي. ترى والله دحين عصر، بس هذه مو احلام عصر، هذه احلام من جد فعلا، احلام صارت واقع يا اخوان. افضل لاعب عربي في فريقي، افضل لاعب عربي في فريقي، مو كالعاده كسب الرهان وجاء الاهلي. الله يا ولد وش السالفه؟ الواحد يصحى من النوم مفجوع ولا يا اخي انا ما اصحى الا على صدمه. رياض محرز للاهلي حلو، يعني بيجدلون علينا، يعني جدولهم مضمون خلاص. الاهلاوي ضحكته حاليا مضمونه بنسبه 100%. استهبل انت وياه. وش اللي رياض محرز كذا قمزت على رياض محرز؟ بعدين يا اخي رياض محرز ودفاعك عبد الباسط من ورا دت سنه من قدام روزراج. يا ولد والله صفقه اسطوريه. هذه ممكن تكون افضل صفقه فنيه، اذا ما كانت الاولى بتكون الثانيه. الف مبروك يا الاهلاويه، والله انتم عانيتوا. شكون كيبان لكم انه غير اللقب؟ ما في شيء اسوء من الهبوط. انا مرشح الاهلي اكثر، والله تستاهلون مثل رياض محرز اكثر. مبروك رياض محرز مره مرشح بزاف الاهلي السعودي. يا ملوك اعلنتم والله العظيم اخيرا، والحمد لله غير بطبيعه الحال. افرحوا. رياض محرز الحين النادي اعلن عنه بالطقم الجديد للموسم الجاي. خلاص الحين ارتحتم يا ملوك. قايل لكم والله رياض محرز والله العظيم انه اهلاوي، والله اهلاوي يا شيخ. سعدينك يا شيخ. هذه الاخبار الحلوه. ماكسيمان برضو، ترى ماكسيمان جاي والاعلان قريب. الحين خلاص خلصنا من الهجوم، باقي المحور الدفاع. هنا نقفل باذن الله الموسم الجاي تشوفونها علينا غير. 15 يوم عجل تكفى والله ودي بكره الدوري قسما بالله. درب خلصنا. ايش تبون يا ملوك؟ تكون شارع العام الجاي بقى شيء واحد، ترفع البطولات الانديه. اخيرا انتهى الانتظار. رياض اهلاوي اخيرا، محرز اهلاوي. حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول. لا والله جد احنا محظوظين، ورياض محرز محظوظ. الف مبروك الاهلي وكل جماهير الاهلاويه. اخيرا شهرين جماعه الخير احنا نتعب والله منتظرين هالصفقه. هات اللي بعده احنا متاخرين مره. تخيل الى الحين ما عندنا مدرب. الله يسهلها وبس. أخيراً وبعد طول انتظار، النادي الأهلي أعلن عبر حسابه الرسمي عن صفقة محارب الصحراء القادم من بطل أوروبا اللاعب رياض محرز. ألف مبروك لكل أهلاوي. محرز أهلاوي إلى 2027. أهلا بمحارب الصحراء إلى نادي أو زعيم الكرة السعودية النادي الأهلي. النادي الأهلي زعيم الكرة السعودية بكل الألعاب. النادي الأهلي يمتلك 20 دوري بجميع المسميات. النادي الأهلي زعيم كؤوس الملك. النادي الأهلي يمتلك 4 بطولات خارجية. النادي الأهلي أكثر الفرق السعودية تحقيقا للبطولات في جميع الألعاب. أهلا بك في زعيم الكرة السعودية النادي الأهلي الملكي. حياك الله. والله سووها. ورب الكعبة إنني أرى ديربي في الأفق أشد وطيسا وأشد حرارة من كل عام. في مساكين، خليني ساكت، الله في ناس حتزعل من كلامي، عرفت؟ واحد يحترم نفسه يسكت. مبروك للأهلاوية رسميا.
بطل دوري ابطال اوروبا اهلاوي. دحين اتضح مين الاربعه الكبار في الدوري السعودي صح؟ يلا تمام. مع السلامه. مبروك اهلاويه، نشوفكم ان شاء الله. جيبوا اللي تجيبوه والله باذن الله. اخيرا يا جماعه الخير، والله اخيرا نادي الاهلي اعلن عن صفقه محرز. زي ما نشوف هنا محرز اهلاويا الى عام 2027. يا مرحبا يا محرز، حرفيا احد اساطير الكره العربيه. بس الاهلي والله طولتوا، والله كافو السيتي قام نزل، راحوا نزلوا معاه. دون يا جماعه الخير وش حالات الصفقه اللي تفاجئك كذا، انت جالس كذا تباغتك الصفقه باعلان رسمي. اما محرز الكل متوقع يعني زي صفقه مبابي الى ريال مدريد، لو تمت ما راح تكون في ذيك الضجه الكبيره. ليش؟ لانه الكل متوقع انه الصفقه هذه راح تتم يعني بشكل كبير جدا. لذلك حالات الصفقات والاعلانات حقت الصفقات انه ايش، تفاجئ الجمهور اللي امامك. يعني هم كانوا متوقعين انه هذا شيء يصير، لا لكن هنا صار. لكن هذا كله من الماضي، هذا كله مش مهم. المهم انه وقع ابو محرز، وقع مع كبير السعوديه ومع كبير جدا اهلي. السلام عليكم. رسالة لجماهير الأهلي: احتفلوا بصمت وهناك من يتألم. رسميا رياض محرز للأهلي، والسيتي بيفقد واحد من أساطير الكرة العربية في الدوري الإنجليزي. أنا لين الحين ماني قادر أستوعب إنه محرز خلاص ما عاد حنشوفه. للدوري السعودي الممتاز. اللحظات الحلوة لرياض محرز مع السيتي كثيرة، ما أقدر أفتكر لك شيء وأخلي لك شيء. لاعب قدم كل شيء للسيتي، في مباريات كان هو رجل السيتي الأول. إذا رياض محرز استلم الكرة على اليمين وقابل أول مدافع، اعرف إنه بيسحب المدافع سلام. والكنترول عنده حكاية ثانية، تحس سبحان الله رجله فيها مغناطيس. لو الكرة تنزل من الدور 70 هيسوي لك كنترول محرز عادي. هذا غير إنجازاته مع السيتي، يعني ما في لاعب عربي لعب في الدوري الإنجليزي يحقق إنجازات هذه. 4 دوري إنجليزي، 1 دوري أبطال، 3 كرباو و2 كاس الاتحاد. غير الأرقام الفردية، طلع من الدوري الإنجليزي هو أكثر لاعب أفريقي جاب أسيستات في الدوري الإنجليزي. سيرة عظيمة ومتكاملة، وخروجه هو بطل الثلاثية هذا أنسب تقدير لرياض محرز. وشكرا محرز على كل شيء. مبروك للأهلي، يلا انبسط وبس. رسميا الاهلي يوقع مع رياض محرز بعد معاناة مو طبيعية لجمهور الاهلي مع هذه الصفقة بالذات. كثير اخبار طلعت على رياض محرز والاجانب وغيرهم، ما يحتاج نذكر مين قاعد يرمي علينا رمي مو طبيعي. عوافي الف مبروك الصفقة يا شباب. الان دوري روشن مولع، وزي ما قلتها اول، الاهلي حرفيا الان يملك اصيع خط هجوم في روشن، خصوصا لو يعني نضاف لهم الان سين ماكسيمان. يا جماعه رياض محرز بانجازاته الاسطوريه ان كان مع ليستر ولا ما كان مع سيتي ينضم للاهلي. واو. السؤال الان لو تبوا تعطوه الرقم، ويش الرقم اللي تفضلوه لرياض محرز؟ يا ساتر يا جماعه، رياض محرز، بوبي فيرمينو، وانا سين ماكسيمان. الف مبروك. صاحب الثلاثية التاريخية ورجل المهمات المستحيلة، ابن الصحراء، رياض محرز في أهلي جدة. هذه الصفقة من بين جميع صفقات الدوري التي تستحق الثناء على العمل الكبير الذي يقدمه النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي منذ صعوده. فبدأ بتعزيز حراسة المرمى بميندي، من ثم خط الهجوم بالبرازيلي فيرمينو، والآن رياض محرز. فصفقة لا يمكنك أن تعبر عنها، بل ستقول بأنها الصفقة الأكثر تأثيرا في خط الهجوم في دورينا حتى اللحظة. رياض محرز سيغير كثيرا في منظومة الأهلي الهجومية، وسيشكل ثنائية مع روبرتو فيرمينو. فهو لاعب أينما تضعه يبدع ويسجل ويضع بصمته. فتقريبا محرز راح يكون ماكينة صناعة وتوزيع وتهديف في الأهلي الموسم المقبل. يلعب على الجناحين، مميز في وسط الميدان، وإن اضطررت أن تلعب به كمهاجم ثاني فهو حاضر من أجل ذلك. لعب رياض محرز خلال ال8 سنوات التي قضاها مع المان سيتي 284 مباراة، ساهم ب 143 هدف، فصنع 61 وسجل 82. صفقة تنتظر الإدارة إتمامها منذ أشهر، والآن كسبوا التحدي بعد كبوة جواد حصلت في موسم ماضي. مبروك للأهلي، مبروك لعشاق النادي الأهلي. صوته ديال شي موديل. رسميا تمت صفقة الدول الجزائري شاهدكم معي. لاعب عالمي، مكسب من طراز عالي، واحنا مفاوضاتنا مع امبابي طارت، ولا لاعب عالمي للهلال.
مزايا علينا ليه 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 حرام عليك الله يعين العشاق لي محرز انا مشتاق الله يعين العشاق لي من دي قلبي يشتاق والله يعين العشاق لي ماكسي انا مشتاق الله يعين العشاق لي بو بقلبي يشتاق الله يعين العشاق اخضر علمنا يا لالي من فرحتي جيت اغني اخضر علمنا يا سلام فرحتي جيت اغني بحبنا وبشوقنا وبكل امانينا للاهل جينا من كل بلده للاهل ومن كل. من المستحيل ينتقل الى نادي الاهلي. دقيقة يا شيخ خلينا اشوف التيشيرت، الصورة دي حقيقية ولا مزحة ولا فوتوشوب ولا ايش الوضع؟ لا شكلها فوتوشوب، شكلها فوتوشوب كذا، شكلها فوتوشوب. لا والله مو فوتوشوب ولا فيها اي تعديل، صارت اخيرا من قلب حساب النادي محرز اهلاوي. مبروك يا ملوك، وهاتوا اللي بعده يا شيخ. السلام عليكم يا جماعة، رسميا ومحرز تمت الصفقة إلى الأهلي. اليوم حساب الأهلي أعلن الصفقة، فابريزيو رومانيو كمان تكلم عن شروط الصفقة. الصفقة حتكون إلين 2027، مدة حلوة وجميلة تستفيد منها من اللاعب. مبلغ اللي اندفع للسيتي 30 مليون جنيه استرليني، احسب عاد على عملتهم هناك كم تطلع في الريال. لكن المهم ألف مبروك، ألف مبروك جماهير الأهلي. عانوا كثير عشان الصفقة هذه، إشاعات تطلع وإشاعات تجي وناس تقول كنسلت وناس تقول كويس. الحمد لله أخيرا أعلنوا، وألف مبروك، وبإذن الله نستفيدوا من اللعب هذا أفضل استفادة. ولا زال الأهلي بحاجة لمدرب ومحتاج لاعبين في كل الخانات، ولكن بإذن الله أنه تتحسن أموركم وتصيروا من أقوى المنافسين الموسم هذا. إن شاء الله. يعطيكم الف عافية، وإلى اللقاء. نسأل الله يكفو الشر.